لا هعتمد بقى على عبد الفتاح السيسي ولا هعتمد على بتاع الأردن، لا أنا هعالج أموري بنفسي. شايف ان سينا دي مهمه بالنسبه لي استراتيجيا، انا هخش اخد سينا. احنا عايزين نستبق هذا المصير المظلم، واي اثمان ستدفع في هذا الطريق بشكل موجه ومنظم ومدروس بلا شك هي تقينا وتقي البلد من أزمان فادحة يعني بندفعها الآن وإحنا قاعدين، وإن كنا مش الجميع لسه شاعر بده، في ضياع ثرواتنا وضياع النيل وغيره، أو مستقبلا، ونسأل الله السلامة لنا ولأهلنا. امين. هكمل مع حضرتك دكتور يحيى في الجزئيه ديت بعد يا استاذ محمد، لان هي مرتبطه بيها. حركه ميدان اعلنت في كذا مناسبه ان هي بتسعى لبناء فرق شبابيه وتشكيلات ثوريه على الارض، يمكن ان تكون هي الطليعه في لحظه مناسبه في مسار اسقاط هذا النظام المجرم. يعني هل في بروتوكول معين بتتبعه حركه ميدان في الحفاظ على كوادرها الموجودين على الارض باعتبار التحديات الامنيه الكبيره الموجوده؟ وهل في خطط في النقطه دي تحديدا، ولا الامر ماشي ازاي؟ لان هو في شباب كتير بيبقى عايز ان هو يقدم ويشبك وعايز ان هو يبذل دور في المساحه ديت، ولكن قد يمنعه جزئيه التخوف الامني من ان هو يكون عنصر فاعل بالرغم من سخطه على كل الممارسات اللي بينتهجها النظام في الوضع الحالي. فده حضرتك تقول للشباب دول ايه وتطمنهم ازاي؟ يعني خلينا اقول ان حمله 300 او احنا الشعب، يعني احنا اخترنا احنا الشعب مش احنا ميدان. نعم. حقيقة احنا لما يعني احتكينا شوية او الشباب المحتكين بالواقع الميداني داخل مصر، لا الوضع مش زي ما احنا فاكرينه ان خلاص يعني الساحة جفت والناس، لا، في شباب لمين نفسهم وعاملين مجموعات وعاملين جروبات وبيحاولوا يعملوا اي حاجة مفيدة سواء لنفسهم على مستوى التثقيف والتوعية او للناس اللي حواليهم او مبادرات خيرية. في يعني ما زالت هذه الروابط المجتمعية والتشكيلات الطبيعية موجودة، لكن كانت تفتقد للبصرة، تفتقد للتوجيه، تفتقد لبعض الأدوات المتقدمة ان هي تكنولوجيا وغير انها تتحرك بيها. فالحالة دي أصلا موجودة، احنا مش هنقعد نشكل أو تكون شيء، الحالة فيها موارد كتيرة محتاجة فقط يعني تنظيم وترتيب. خلينا أضرب نموذج خلينا أقول حاجة برضو، يعني حقيقة الشباب في مصر لا سابقين النظام بخطوات، ده واقع. هو عنده موارد ضخمة وعنده آلة قمع وعنده كذا، لكن عقليات قديمة متكلسة من حقبة يعني الستينات وما قبلها.